الدكتور فوزي استفانوس، أستاذ التخدير بمستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة. ويزين صحبتنا أيضا الأستاذ الكاتب الكبير الأستاذ لويس جريس. حصل امبارح حاجة لطيفة جدا، قالوا لي إنه الأستاذ لويس جريس هو اللي كان يقود الميدان في هذا الأمر، وكان طبعا معاه الدكتور فوزي. هرحب بيهم ترحيب كبير. على فكرة بعد الفاصل ده هيبقى معانا الكيميائي محمد حافظ سيد أحمد، بس في بعض الأوراق بنعمل لها توضيب كده عشان تظهر ورانا واحنا بنتحدث. فهنبدأ بالدكتور فوزي والأستاذ لويس جريس لنشوف إيه الجديد اللي عند الدكتور فوزي وإيه اللي ممكن تعمله أو يعمله المصريين من خلال الكلام اللي هيتفضل به الأستاذ لويس جريس. أستاذنا الفاضل، أشكرك، وأنا عارف والله إن أنا بتابعك معايا دايما كده. لا تحت أمرك يا أستاذ جابر. دكتور فوزي أهلا بحضرتك وشكرا جزيلا لتشريفك. شكرا. اتفضل يا أستاذ لويس. أنا الحقيقة يعني كنت من فترة كتبت في مجلة صباح الخير مقال بعنوان فساد النشر عن الفساد. لأن الحقيقة بصيت لقيت عدد كبير قوي مما تقدمه لنا الصحافة المصرية كله يدخل في باب النميمة ومسك السيرة. صحيح نحب أن نعرف ونحب أن نلم بنوعية الفساد الذي كان قائم خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك، ولكن في بعض الأمور كنت بحس إنها يعني غير منطقية. فأنا التقيت الحقيقة من خلال صديق مشترك وهو المهندس سامي سعد بالدكتور فوزي استفانوس لأول مرة في حياتي، وعلمت أنه من كليفلاند أوهايو وليه يجي 40 سنة هناك. واحنا بندردش بصيت لقيته بيقول لي يا أستاذ لويس، يعني أنا عايز أفهم دلوقتي، أنا لي أسبوعين هنا بقرأ الجرايد كل يوم مش لاقي. فوزي. الدكتور فوزي بيقول لحضرتك كده. بيقول لي مش لاقي موضوع ذو قيمة، كله كلام مرسل وكلام عادي وكلام كذا، مفيش نقاش حول موضوع لمصر بكرة. يعني احنا مصر دي مش ليها مستقبل؟ الحاضر اللي فيه ثورة 25 يناير مش لازم يبقى له مستقبل؟ طب ايه الموضوعات اللي الصحافة بتناقشها لكي تقود الرأي العام نحو هذا المستقبل؟ وانا الحقيقة يعني احب اني اترك المجال للدكتور فوزي استفانوس لكي يشرح فكرته التي تناقشنا فيها منذ تلك الليلة وحتى اليوم. فيا ريت الدكتور فوزي. اتفضل يا دكتور. انا شاكر جدا للويس بيه، يعني كان نفسي جدا من زمان اقابله، كنت بقرا له في صباح الخير ليا 15 20 سنه وما جاليش الحظ ان انا اقابله. عجز بقى الاستاذ لا ما عجزش ابدا، ما بيمشي اسرع مني. وفرصه سعيده قوي ان انا اقابلك برضه يا فندم. ده تشريف ليا يا دكتور، وعلى عجله كده بالشكل ده تشريف جدا يا دكتور. انا عايش في بره ليا 45 سنه بالظبط، وتعاملت مع كافه انواع المصريين. ايام الثوره كنت عايش مع مصر في التلفزيون لدرجه اني كنت بصحى الصبح متلخبط انا في مصر ولا في امريكا. الى هذا الحد. فانا متتبع كل حاجه حصلنا، ثوره ناجحه، مشاكل ما بعد الثوره، حكومه بتحاول تصرف الاعمال، مشاكل تتفاقم بعد ما الثوره حصلت، مجلس عسكري، حكومه، رئيس وزاره، وزير الداخليه اتشال، وزير الداخليه رجع، الناس عايزه المحاكمات النهارده، الناس سمعت عن بلايين الدولارات ومش عارفه انه اغلب الكلام ده كلام فاضي، ما فيش بلايين دولارات وما فيش حاجه بترجع. فالحكومه مشغوله والمجلس العسكري مشغول والجرايد مشغوله، الدستور الاول، الانتخابات الاول، جدل، كل حاجه كله جدل. طيب دلوقتي الجدل ده هيستمر سنه سنتين سنتين ونص 3. احنا مش عايزين ده يبقى وقت ضايع. ليه ما نبتديش في هذه الفتره نخطط لمستقبل مصر؟ التخطيط لمستقبل مصر ما نقدرش نحمله للحكومه ووضعها الحالي. في وزير ما بيقدرش يطلع من باب الوزاره بتاعته لانه في مظاهرات قدام الوزاره. صحيح. فما عندهمش وقت. صحيح. والمجلس العسكري مشبع بالشكاوى الشخصيه والعاميه والعالميه. فليه ما نعملش هيئه قوميه تتبنى مشروع التخطيط لمصر لصالح مصر
ولا ليه دعوه بالاحزاب، ولا ليه دعوه بالمواطنه، ولا ليه دعوه بالاخوان ولا المسيحيين ولا اي حاجه من ده كله. هيئة من قومية. اجل مصر. هيئه قوميه من اجل مصر. هذه الهيئه القوميه من اجل مصر تكون من الجماعه اللي هم نطلب نلقاهم يتحمسوا لهذه الفكره، وهو انه نبتدي نكون مجموعه من اللجان المتخصصه تدرس كافة النواحي اللي مصر بتواجهها حاليا وهتواجهها في المستقبل، وتضع تخطيط قصير الأمد وتخطيط طويل الأمد على حسب الإمكانيات الموجودة. لما أنا أبص في وسط الهيصة كلها دي اللي في الجرايد وفي الإذاعة والتلفزيون، في ناس كويسة قوي قوي لقيتها بتتكلم وفي عندها معلومات قوية جدا وزي الخبرة، وبينتهي الحديث والكلام عند هذا الحد. ما حدش جمع الحاجات دي هي ولمها مع بعض. لما قعدت مع الاستاذ لويس ابتديت اعرف انه في مجموعه، يعني في عندنا امكانيات غير محدوده في هذه البلد، وعندها خبره كبيره جدا وانتجت وبتنتج، لكن شغلها غير منسق ومش ملموم مع بعض. يعني مثلا انا لميت حوالي 10 اسامي بتاعت هيئات. مركز المعلومات وترشيد القرار بتاع الحكومة، ودعم اتخاذ القرار، المركز القومي للبحوث الاجتماعية، أكاديمية العلوم والتكنولوجيا، مركز بحوث البناء، المجالس القومية المتخصصة. الشغل اللي عمله المجلس القومي للإنتاج ما بين سنة 53 و 56. مشروع 20 بتاع الدكتور كامل صبري، 2020. الجامعات، رسائل الدكتوراه اللي فيها، ذوي الخبرة اللي فيها. وبعدين في خبرة كبيرة جدا في القطاع الخاص ناجحة، دي ممكن نضمها معانا في هذه اللجان وتجتمع معانا في هذه اللجان. زد على هذا بقى المعلومات اللي موجودة على الانترنت، بتدور على أي حاجة بتلاقيها. دلوقتي بيزور مصر رئيس وزراء ماليزيا السابق واتكلم كلام كويس وكلام حلو. هل هذا يكفي ان احنا ناخد ده من ماليزيا، ولا نبص في تجربة ماليزيا من أولها لآخرها ونشوف دي نجحت ازاي؟ مر علينا في الفترة الأخيرة 7 8 وزراء تربية وتعليم، ومنهم اللي كان كويس قوي وكانوا هيضربوه عشان بيتكلم صح، وعشان بيقولوا للمدرسين روحوا شغلكم. احنا عايزين، ماليزيا بتقول لك انا بصرف 25 من ميزانيتي على التعليم. احنا مش عايزين برنامج تعليم جامعي ولا ده، احنا عايزين نبتدي برنامج تعليم من روضه، بنخلي العيال دول يروحوا المدرسه نضاف ويقعدوا نضاف ويتكلموا. شايف حضرتك يا دكتور من منظور خارجي ان التعليم صفر؟ صفر. انا كدكتور هناك واشتغل عندي 220 دكتور مصري. جت فتره معينه كنت المقول لما كنتش من جامعه القاهره او متخرج من مدرسه اجنبيه وناجح بامتياز ما اقدرش اتكلم معاك. كان بيجيني دكاتره ما بيعرفوش حاجه، لكن في نفس الوقت كل دكتور جه وكان اساسه كويس من مصر كان من انجح الدكاتره الموجودين هناك، واخذ مراكز مسؤوله جدا عندي. فبنتكلم يعني ازاي نكون هذه المجموعه اللي تتبنى فكره التخطيط لمصر في الفتره اللي الحكومه مشغوله والمجلس العسكري مشغول، ونعمل ده كهيئه وطنيه طالعه من الناس. كل اللي عايزينه من الحكومه اتس بليسنج انه من فضلكم اشتغلوا ويدونا مفتاح واذن ان نتعامل مع الهيئات الحكوميه دي، هي يدونا المعلومات واللجان دي تشتغل. ودي انا لو انت نزلت النهارده اعلان في الجورنال او اذعت عن طريق القناه بتاعتك، يا جماعه يا علماء مصر المتخصصين في مشاكل المياه تحبوا تشتغلوا معانا، انا واثق هجي لك 30 40 اسم بكره. احنا عمالين نتكلم على الميه. الميه مش بس في افريقيا، ايه حكايه الميه اللي تحت الارض؟ ايه حكايه النهر الغائب القديم؟ ازاي احنا هنرشد استعمال الميه في الزراعه؟ والبعض بيقول ده دكتور ان احنا ياما عملنا لجان وحضرتك يعني صح. يسبق حضور حضرتك القاهره انه كان عندنا الوفاق القومي والحوار الوطني، كل ده حصل، والناس عماله تتكلم ببعضيها ومحدش فاهم حد ومحدش عايز يسمع حد. وما يجي احد العلماء بيتكلم عن برنامج ليه او مشروع قومي ليه، بيجي عالم تاني بيقلل من هذا الامر، وده الصحف عامره بالموضوع. انا مش عايزهم يتكلموا في الصحف. يعني انا عايز المؤيد والمعارض يقعدوا مع بعض
ما هو ده لا والله طلبته امبارح يا دكتور. ودوكيومنت اللي هم بيقولوه. قلت كده امبارح والله. ويديني مستند للي بينتجه. وبيقول لي يا حكومه ده البرنامج اللي ينفع لمصر بعد 3 سنين وبعد 5 سنين وبعد 10 سنين. احنا مش كده يا دكتور عادل، احنا بنقدم المشروع دلوقتي للحكومه لرئيس الوزراء، رئيس الوزراء يقبله. مش فاضي. بيجي عالم تاني في تخصص مشابه او مقارب بيجي يوجد عظم المشروع فاشل، المشروع مش عارف. طب ما اللي بيجوا من بره بنعمل لهم زفه.